مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. لو أنت عايز تكون مهندس متميز في قطاع الإنتاج الحيواني والداجيني، أو لو أنت عايز تكون طبيب بيطري متميز، لازم تكون عندك إلمام كافي بعملية التشريح. عملية تشريح وتشخيص الأمراض. زي ما أنتم شايفين، دي عملية تشريح لإحدى الدواجن. زي ما أنتم شايفين كده، احنا بنعمل ايه؟ احنا بنشوف وبنشخص المرض، سواء الطير اللي عندنا ميت او في طيور عندنا وفي مشكلة في المزرعة. احنا بنعمل عملية تشخيص عن طريق عملية تشريح. زي ما انتم شايفين كده، احنا بنفتح من عن طريق البوج وبنشوف القصبة الهوائية. بنشوف عليها اذا كان عليها هي نورمال او اب نورمال. زي ما انتم شايفين كده قدامكم ديت، اعتقد يمكن عندها برد. وبنشوف يا جماعة زي ما انتم شايفين كده قدامكم. لاحظوا بس ازاي عملية التشريح بتتم، وسهل الامراض خالص. انت لو وقفت في صالة التشريح وشفت ازاي الدكتور بيشرح او المهندس بيقدر يشرح، وبتشوف العلامات الطبيعية في الجسم والمناطق يعني اللي احنا بنشوفها. زي ما انتم شايفين كده قدامكم، بيورينا قدامنا اهو، وبيفتح البطن من جوه، وبنشوف الأمعاء إذا كانت فيها إصابات أو نورمال أو أب نورمال. زي ما انتم شايفين بيفتح قدامكم. بنفتح قدامكم يا جماعة وبنشوف، أو بنطلع الأمعاء وبنشوف، بنفتح أكتر عشان نقدر نشخص أو نشوف الأعضاء كاملة. دي من أهم المهارات دي من أهم المهارات اللي بتخليك مهندس أو طبيب بيطري فاهم ومتمرس. ودي يعني من أهم الحاجات اللي أنت بتحتاجها في قطاع الإنتاج الحيواني والدجيني، عشان أنت بتشخص المرض أو بتشوف لو عندك طير تعبان أو ميت أو بيه أي إصابة وحصل له عملية وفاة. أنت لازم تعمل الكلام ده. حتى لو مش هتعرف تشخص كويس، في مدير الرعاية، دكتور الرعاية بيجي يشوف التشريح بتاعك، او انت بتصور له عملية التشريح، او بتصور له صور من الاجزاء اللي هو بيطلبها منك، او معظم الاجزاء اللي انت بتشرحها بتصورها له وبتوريه للدكتور الرعاية، وهو بيوصف لك العلاج للحالة دي. زي ما انتم شايفين كده قدامكم، احنا بنفتح كمان الامعاء وبنشوف اللي جواها، وبنشوف اذا كان فيه جواها اصابات او لا. الكلام ده بالممارسة يا جماعة. يعني انت عشان تعرف النورمال والاب نورمال، بالكلام ده عن طريق عملية الممارسة. يعني مش من يوم وليلة، انت لازم تعرف ولازم تحط عشان هي العملية عملية ممارسة. زي ما انتم شايفين كده قدامكم، ده فيه دموية، شعرات دموية في على